مصابين في مدينة بعضمية الشام جراء القصف بالكيماوي، وهذا أحد المصابين يحدثنا عن الذي جرى معه. أخي يا ريت تحكي اللي صار معك. والله نحن كنا في صلاة الفجر، وبعد انتهاء صلاة الفجر سمعنا انفجار قوي جدا في البناء نفسه، ونحن نصلي في القبو. والقبو لأنه المسجد مدمر تماما. طلعنا كلياتنا لحتى نشوف وين الانفجار. طلعنا على تم البناية، وقت شفنا هيك أحد سكان البناية نفسها قال بالشقة نفسها عندي، وطبعا هو منشق من الجيش وعنده خبرة. طلعنا الحنال حتى نشوف شو، لقينا باب الشقة مفتوح، لقينا أحد سكان عنده، ناس نايمين عنده، نايم على تمه هيك عم يختلج. عاد فات هو يعيط لابنه عشان يطالعوا ينقذوا. نزلنا نحن حتى نعيط للناس اسعف، عيطنا للناس اسعف. رجعت لعنده انا، قال لي كيماوي كيماوي. تمام الحكي هو. عاد هو مباشرة عاد نحن رجعنا. انا بنص الدرج تقريبا، ما عاد بلشت عاد انا دوخ بنص الطريق مع التصحيط، بيتعرض مع التصحيط على شو صار فيي. شو الحالات اللي عانيت منها أخي؟ شو الحالات؟ عانيت فيها أنا، ما عاد شفت قدامي زبد، شوف ما عاد شفت قدامي دوخان. كم صاروخ أو كم قذيفة اللي نزلوا كيماوي بالمدينة؟ أنا اللي سمعتها قذيفة واحدة وما عاد سمعت شيء بعدها. تمام، أصبت بالقذيفة الأولى. أول وحدة أنا سمعتها وما عاد سمعت بعدها شيء، لأنه دخت مباشرة وما عاد تصحيت على شيء. بالشفاء إن شاء الله. الله يعافيك.